السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في اليوم ال 28 من تحدي ال 30 يوم جافا سكريبت على ليد كود. هنبدأ في توبيك جديد خاص بالكلاسز. هنبدأ نحل اخر مسألة الاول، ثم اللي بعديها اللي قبلها قصدي، ثم اللي قبلها. ليه؟ لان اخر مسألة دي تعتبر اسهل مسألة من وجهة نظري في الحل، فهنبدأ بيها. تمام، خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. calculator with method chaining. قبل ما نبدأ في المسألة، يعني ايه ميثود تشايننج؟ ميثود تشايننج دي يعني ميثود تتنفذ فيجي وراها ميثود تتنفذ فيجي وراها ميثود تتنفذ وهكذا. تمام. ممكن مثال بسيط كده تحت بالشكل ده. يعني من الاخر انا عندي فانكشن او ميثود معين هتتنفذ، هروح جاي وراها منفذ فانكشن تاني على طول. تمام. فترجع لي ناتج. هروح انا ايه مش هترجع لي بقى ناتج، هترجع لي الاوبجكت، فهروح ماسك الاوبجكت ومنفذ فانكشن تاني. المهم يعني ليها فانكشن جوه بتنفذ فانكشن بتنفذ فانكشن وهكذا، بس طبعا مش جوه بعض. فخلينا نبدا وهنفهم، وهديكم مثال نفهم بيه. المطلوب في السؤال ايه؟ بيقول لك ديزاين ا كالكوليتور كلاس. الكلاس ده المفروض ايه؟ بيعمل ماثيماتيكال اوبريشنز. هتلاقي الكلاس ده جواه كذا ميثود، سواء اللي هي بتعمل اد، سواء بتعمل سبتراكت اللي هي للطرح، مالتيبليكيشن للضرب، الديفايد دي بتاعت القسمه، الباور، واخر حاجه اللي هو هترجع الريزلت. لو نادى الجيت ريزلت يرجع ايه؟ الريزلت بعد ما عمل الاوبريشنز دي. تمام تمام. اهم حاجه عندنا لو جينا بصينا على الاكزامبلز اللي عندنا، مثلا كالكوليتور، فهنا بيعمل الكلاس، بينادي الكلاس قصدي، سوري، بيعمل اوبجكت من الكلاس، بيبدا ينادي الاد سبتراكت، بعد كده بيجيب الريزلت. فهنلاقي 10 اول مره، بعد كده الاد 10 زائد 5 15، بعد كده ناقص 7 تديك 8، فعمل جيت للريزلت فرجع ال 8. اهم حاجه عندنا في الديفيجن في حاله القسمه، نتاكد القسمه على زيرو. لو حصل قسمه على زيرو نعمل ثرو لنيو كالكوليتور، نعمل ثرو قصدي للايرور. اكيد هو مدينا الايرور هنا، بيقول لك ديفايدد، هتعمل ثرو الايرور وتكتب فيه deviation by zero is not allowed. تمام. ناخدها كوبي كده عشان نحتاجناها، اكيد طبعا نحتاجها. تمام. فخلينا نبدا في حل السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لا عندي عامل لي الكلاس ده جواه كونستراكتور، تمام، وجواه الميثود بيدي لي انيشاليزيشن كده ليهم. فانا اول حاجه محتاج هنا اجي في الكونستراكتور واعمل ايه؟ اكيد هو هيديني انيشال فاليو اللي بنبدا بيها، زي هنا مثلا كده ما بيديني ال 10، فهو قال لك هديك انيشال فاليو في الكلاس. فانت محتاج اي اوبجكت يتكريت من الكلاس يحصل له انيشاليزيشن بالفاليو دي. تمام تمام. طيب المفروض انا اكون عارف ايه؟ المفروض انا كجافا سكريبت ديفلوبر او كواحد مذاكر جافا سكريبت او واحد مذاكر اصلا بروجرامنج لانجوج، اكون عارف ايه؟ ان اول ما بكريت اوبجكت من الكلاس، يعني اول ما بكريت اوبجكت، اول ما اعمل نيو، مثلا الكلاس هنا اسمه كالكوليتور، فاول ما اعمل مثلا ليت اكس ايكوال نيو كالكوليتور، انا كده كريت اوبجكت. اول ما كريت اوبجكت ايه اللي بيحصل انيشاليزيشن، او اول قصدي كول بيحصل للميثود اللي هي الكونستراكتور فانكشن. يبقى تاني، اول ما بكريت اوبجكت من الكلاس اللي بيحصل ان كول للكونستراكتور. فالمفروض اجي في الكونستراكتور هنا هو بيديله فاليو. تمام. فبعمل ايه؟ دون بالمناسبه في بعض لغات البرمجه بيسموه الانيشاليزيشن كونستراكتور. الكونستراكتور اللي بيحصل في كذا اسم للكونستراكتور على حسب الاوبريشن او البروسيس اللي هو بيعملها. فخلينا، هو عايز ايه هنا؟ عاوز الاوبجكت اللي يجي لك تعمل له انيشاليزيشن بالفاليو دي. فانا ازاي امسك الاوبجكت؟ قلنا زي ما قلنا قبل كده بزيس. فانا هقول له زيس دوت واختار اي فاليو انا عايزها، وليكن مثلا ريزلت. تمام. انا ممكن اسميها زيس دوت فاليو، تمام، بتساوي فاليو. وده بالمناسبه كان بيجي سؤال يقول لك ايه؟ فين اني فاليو من دول اللي خاصه بالاوبجكت؟ فكنا نقول له ايه؟ اللي جنب الزيس دي اللي خاصه بالاوبجكت. تمام. لكن دي اللي جايه، دي اللي جايه دي اللي هتيجي للكونستراكتور هنا وبيتنادى عشان نعمل انيشاليزيشن. هوريكم دلوقتي مثال ازاي بالنادي وازاي الكول بيحصل للكونستراكتور. تمام. انا كده عملت انيشاليزيشن. بعد كده عاوز ايه؟ والله انا عاوز في الاد تمسك الزيس دوت فاليو. تمام. انت تمسك الزيس اللي هو الاوبجكت، هتمسك بقى ايه في الاوبجكت؟ هتمسك الفاليو اللي هو الاوبجكت، تعمل فيها ايه؟ تخليها بتساوي الزيس دوت فاليو القديمه، خليها بتساوي الزيس دوت فاليو القديمه، تمام، بلس الفاليو اللي هو بعتها لك دي. بصوا عشان ما نتلخبطش، خلينا نرجع تاني. احنا مش هنخليها زيس دوت فاليو، نخليها زيس دوت ريزلت. تمام، بالشكل ده.
يبقى انا كده عندي اوبجكت اسمه this، الاوبجكت قصدي اللي هو this، حطيت جواه فاليو، اسمها ريزلت، ماشي، وعملت لها انيشاليزيشن للريزلت ده بالفاليو ايه اللي هو مديها في الكونستراكتور. فهاجي هنا اقول له ايه، هقول له انا عاوز الذس دوت ريزلت، انا كده مسكت الريزلت اللي جوه ايه الاوبجكت، ماشي، ايكوال this دوت ريزلت القديمه بلس الفاليو. تمام. فانا ممكن اعمل ايه هنا، طبعا زي ما احنا عارفين ممكن نشيل دي كده ونعمل بلس ايكوال كده. يعني ايه بلس ايكوال؟ دي معناها ان الزيس دوت ريزلت بتساوي الزيس دوت ريزلت القديمه بلس الفاليو. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ دي بقى التركايه اللي هتخليني اعمل هنا حاجه اسمها ميثود تشايننج، اللي هي ايه؟ مش هعمل ريتيرن للفاليو للزيس دوت ريزلت، لا، ده انا هعمل ريتيرن للزيس ازاي يا بلاي؟ ازاي اعمل ريتيرن للزيس؟ هقول لك دلوقتي. انا هنا بس هنا معناها يعني بعمل يعني ايه ريتيرن للزيس؟ هنا معناها ايه؟ معناها اني بعمل ريتيرن للاوبجكت، تمام، للاوبجكت كله، اللي هو مثلا وليكن اوبجكت بالشكل ده وجواه بروبرتي اسمها ريزلت. تمام. هنفهم دلوقتي احنا ليه عملنا كده. فنيجي في السبتراكت، هعمل ايه في السبتراكت؟ نفس الكلام اللي عملته فوق بالظبط زي في الاد، هعمل كده، بس طبعا مش تبقى بلس ايكوال، هتبقى ماينس ايكوال. معناه اللي بقول له زيس دوت ريزلت بتساوي زيس دوت ريزلت القديمه ماينس الفاليو، وبرجع برضو الزيس. هنيجي في المالتيبليكيشن نفس الكلام، هقول زيس، بس هنا بقى تبقى ايه؟ زيس مالتيبليكيشن ايكوال فاليو، اللي علامه الاستريك دي ايكوال فاليو، اللي هو زيس دوت ريزلت ايكوال زيس دوت ريزلت القديمه مضروبه في الفاليو اللي جايه لي في الايه، في الميثود اللي اسمها مالتيبلاي. هنيجي في الديفيجن. الديفايد اول حاجه محتاج اعمل ايه؟ اقول اف هل الفاليو دي، طبعا احنا عارفين اللي رياضيا ما ينفعش اقسم على زيرو، فاقول هل الفاليو اللي جالي دي بتساوي زيرو؟ لو بتساوي زيرو هعمل ايه؟ هعمل ثرو لايه؟ لنيو ايرور. ازاي؟ هعمل ثرو بالشكل ده نيو ايرور، وهاجي في الايرور كده واقول له الايه، الرساله اللي هو قال لي حطها. طيب لا، ده هو خلاص ما دخلش الكونديشن ده، ماشي، ممكن عشان الناس ما تتلخبطش نروح جايين ماسكين ده كده، ماشي، عاملين بالشكل ده كده اهو. تمام. هو خلاص ما دخلش الكونديشن، لو ما دخلش المفروض اعمل هنا ريتيرن ثرو نيو ايرور. تمام. مش محتاج اعمل، لا، مش محتاج اعمل ريتيرن، صح، كده احنا بنعمل ثرو اصلا. المهم هنا عملت ثرو. طيب في حاله اللي هو ما عملش ثرو الايرور، ساعتها هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام اللي فوق برضو، اللي هو ايه، اللي هو اقول له this dot result، بس هنا باش تبقى بلس، هنا احنا في الاسم this dot result القديمه بتساوي this dot result، قصدي this dot result اللي هي موجوده بتساوي this dot result القديمه على الفاليو. تمام. وبرضه هريتيرن this. هنيجي في الباور، هعمل ايه؟ نفس الكلام this dot result، بس هنا بقى هاجي اعمل ايه؟ هنا اقول له this dot result القديمه equal ماس، ماشي، فانكشن او الكلاس اللي اسمه ماس، هجيب من جواه الفانكشن اسمها باور، واقول له هتساوي this dot result، تمام، على، واديله الناحيه التانيه ايه؟ الفاليو، على الفاليو اللي جالي دي. تمام. وهرجع برضه ريتيرن للزيس. طب في الجيت ريزلت، لا، ده انا في الجيت ريزلت اول ما جيت ريزلت هو بيعمل ايه؟ الاوتبوت على طول بيرجع لي الايه؟ الناتج. هل هنا اقول له ريتيرن ذس؟ لا، ده احنا كده يا بلال بنرجع الاوبجكت اللي هو ايه؟ اللي هو والله حاجه بالشكل ده زي ما انت لسه قايل لنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، جواه الريزلت اوبجكت جواه الريزلت. لا، ده انا عاوز ايه؟ ده انا عاوز this دوت ريزلت. ليه؟ عشان دي this دوت ريزلت هتروح جايه مرجعه لي الفاليو. تمام. طب انا فهمت يا بلال دلوقتي انت ليه بترجع هنا this دوت ريزلت؟ عشان ارجع الفاليو ما ارجعش الاوبجكت. طب هنا ليه انا عاوز الاوبجكت؟ قال لك عشان هو لما يجي يشتغل على الفانكشن دي هيعمل حاجه بالشكل ده، هيعمل حاجه اسمها ميثود تشايننج. يعني ايه ميثود تشايننج؟ يعني ايه ميثود تشايننج يا بلال؟ يعني هيجي مثلا وليكن فين اهو، جه راح جاي عامل ايه؟ وليكن كونست، تمام، عرف فاريبل اسمه كالك، راح جاي عامل نيو كالكوليتور. هنا عمل ايه؟ عمل نيو اوبجكت. تمام. نيو اوبجكت رحت جاي مديله ايه؟ انا قلت اول ما يحصل نيو اوبجكت بيروح يعمل كول للكونستراكتور،
تمام. فايه اللي هيحصل هنا؟ بروح جاي عامل نيو اوبجكت وروح جاي باعت للكونستراكتور بتاعه ال10، فيروح يعمل انيشاليزيشن هنا كده. فين؟ بسم الله بسم الله بسم الله، اهو هنا كده. يخلي this dot result this dot result equal 10. تمام كده عملت initialization. بعد كده يجي بقى يعمل ايه؟ كالك، اللي هو الاوبجكت ده. هو الاوبجكت ده دلوقتي لما حصل له initialization بيبقى شايل كل الميثودز اللي في الكلاس بما فيهم الكونستراكتور، عشان كده قدرت ابعت له ايه؟ الفاليو دي، الانيشاليزيشن فاليو اللي هي القيمه الابتدائيه. فهنا رحت جاي اعمل كالك دوت اد، وناديت على الميثود اللي اسمها اد وبعت لها 5. تمام. بعد كده عملت ايه؟ دوت مالتبلاي وبعت لها كام؟ الاتنين. بعد كده رحت جاي عامل دوت سبتراكت وعملت لها 3. ده الميثود تشايننج اللي هو ينادي فانكشن ترجع ناتج، يروح جاي ينادي فانكشن تاني. طب هل هنا يا بلال بيرجع ناتج؟ لا، ده هنا بيعمل ايه؟ بص، انا الكالك، تعال نقسمها. الكالك دوت اد ماشي، بترجع لي دوت اد وبعت لها 5، وانا عامل انيشاليزيشن فاليو ب 10. دي هتروح جايه مرجع لي ايه؟ دي هتروح جايه مرجع لي الاوبجكت الحالي بتاعي وجواه الريزلت ده اللي هو كام؟ اللي هو 5 زائد 10 15. بروح انا جاي ماسكه كله عامل دوت ومنادي على الملتبلاي وبعت لها 2. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. على الملتبلاي كده وبعت لها 2. فيروح جاي رايح جوه الاوبجكت الحالي اللي هو الكالك، تمام، هيلاقي جوه فانكشن اسمها ملتبلاي وهيبعت لها 2 وياخد ايه؟ ودلوقتي الريزيست دوت ريزلت انا عدلت قيمتها بعد ما كانت ب 10 بقت ب 15. ف 15 في 2 يروح جاي من ايه؟ ب 30. هل يرجع 30؟ 30 دي هروح انا جاي اعمل جواها ايه؟ دوت سبتراكت. هل ينفع الفاليو اللي راجع لي لو انا عملت ريتيرن للزيست دوت ريزلت، هل ينفع اقول زيست دوت ريزلت تروح جاي مرجع لي 30 اروح جاي ل 30 دوت سبتراكت؟ هي ال 30 ده رقم ما جواهوش ميثود ولا حاجه، فعشان كده لازم ارجع الاوبجكت اللي هو كالك. تمام. اتمنى ان شاء الله تكون اتفهمت الميثود تشايننج، وتفهم احنا ليه رجعنا الاوبجكت ما رجعناش الريزلت. المطلوب يعني المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، المثال بسيط، الكود بتاعه بسيط، بس الفرق كل اللي محتاج تعرفه الميثود تشايننج، وانك محتاج في الميثود تشايننج انك ترجع الاوبجكت علشان تعرف تعمل حكايه اصلا الميثود تشايننج دي. وطبعا تعرف الكونستراكتور واللي هو بيحصل له كول اول ما بتعمل ايدنتيفيكيشن او تعريف يعني، او تعرف اوبجكت من الكلاس. اتمنى تكون ان شاء الله قدرتوا تفهموا الفيديو والمطلوب يعني من السؤال والحل بتاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.